السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة، او يا مساء الفل او يا مساء الهنا او يا مساء السعادة، حسب ما بتشوف الفيديو بتاعي. حبايب قلبي، صباحكم معطر بذكر الله، صباحكم هنا وسرور، صباحكم فرح وسعادة. ربنا يجعل كده ايامكم خير وفرح وهنا وسعادة. جايلكم بقى بروتين جديد وفيديو جديد يا حبايب قلبي، يا رب كده يعجبكم. طبعا زي ما انتم شايفين الصلاة عاملة ازاي، او الريسبشن زي ما بتقولوا. شايفين يا بنات؟ شايفين؟ والله العظيم ده يا بنات يوم واحد، يوم واحد. شايفين مطرح الاكل بتاع الولاد؟ سايبين الحاجة ازاي؟ شايفين؟ ده منظر يوم واحد بس ما نضفتش فيه البيت. والله يا بنات منظر يوم واحد بس. شايفين المنظر؟ شايفين؟ يعني مش عارفة يعني بصراحة اقول لكم ايه، بجد مش عارفة. اعفن صالة على اليوتيوب. والله زي ما بقول لكم كده، اعفن صالة على اليوتيوب يا بنات. طبعا ده يوم بس انا ما نضفتش فيه، تمام. طبعا عندي الاوضه بتاعت محمد نظيفه الحمد لله، نضفتها دلوقتي. وعندي اوضه البنات نظيفه، فاهمني. بس عندي الصاله زي ما انتم شايفين كده متبهدله حرفيا حرفيا. بس ان شاء الله احنا قدها وقدود باذن الله، باذن الله قدها وقدود. تمام. يلا بينا بقى ايه، نروح كده على الفيديو بتاعنا وعلى الروتين بتاعنا، وان شاء الله هنمسك الصالة دي نقلبها ان شاء الله، نخليها الوقت زي الفل بإذن الله. ان شاء الله كده من غير مقاطعة هنخليها زي الفل. شايفين بقى المنظر الجميل ده؟ منظر بقى الخضرة ومنظر الحلو بصوا ما اقولكوش. تعالوا يلا بينا بقى ايه، نشوف احنا هنعمل ايه. يلا يا حبايب قلبي نشوف احنا هنعمل ايه ونروق الصالة دي. المهم حبايب قلبي بقى ايه، قلت كده بقى ايه احط بقى التليفون كده على الستاند، وطبعا اسجل كده معاكم. دخلت بقى على الصاله بقى زي ما انتم شايفين كده، لميت بقى الحاجه، الكوبايات بقى والحاجه اللي كانت مطرح الولاد. ربنا بس كده يهديهم ويبارك لي فيهم يا رب ويحفظهم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. والله العظيم يا بنات، والله البيت من غير الام ما له اي معنى ولا له اي. بص هقول لكم ايه، والله العظيم حرفيا حرفيا البيت بيتبادل لما تكون الام مش موجوده. ربنا يرحم موتانا يا رب وموتى المسلمين، ويعيننا كده على حالنا، ويعيننا على اولادنا على خدمتهم وتربيتهم يا رب. ويعين كل ام وكل اب، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق كل من الشاب والذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا كده شلت بقى الخداديات طبعا من يعني جبت لكم بقى من عند اول الشاشه كده يا بنات. شلت بقى كده الخداديات، وقلت بقى ايه انفض طبعا كده، اجيب فوطه كده ايه وايه وانفض بها كده يا حبايب قلبي. طبعا الجنب ده ما بيبقاش عندي متبهدل قوي يعني، لان انا ببقى رصه كل الخداديات بتاعه الركنه، ببقى رصاها في الجنب ده، لان الجنب ده طبعا تحت الشاشه، فما فيش حد بيقعد فيه قد كده يعني، قليل قوي ما حد يقعد في الجنب ده. فبقوم رصه كده الخداديات وايه واقوم حطاها. تمام، حطيتها كده زي ما هي. ورجعت بقى يا حبايب قلبي بقى ايه، نجيب كده الركنه حته حته كده، واحده واحده كده، نشيلها وننضفها ونخليها فل. المهم يا حبايب قلبي بقى جبت كده الفوطه وقلت انفض كده الاول ال- القاعده كده بتاعت الركنه او الاسفنج زي ما انتوا بتسموه. طبعا كانت عندي الركنه متبهدله يا بنات، والله متبهدله. اشتلت كده بقى الاسفنج ده، وقلت بقى ايه اكنس تحت كده تحتيه. اشتلت بقى كده ايه، وكل واحده واحده كده اشتلتها. يلا يا حبيب قلبي اللي لسه ما اشتركتش معايا في القناه تشترك في القناه فضلا وليس امر، تضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، واللايك الحلو منكم اللي بيرفع الفيديو معايا بالله عليكم، لان اخر 3 فيديوهات منزلوهم على القناه مفيش خالص، ميتين نهائي. بصوا مش عارفه جالهم ملك الموت ولا ايه. ميتين نهائي خالص، مفيش لهم اقتراحات نهائي. المشاهدات قلت جدا جدا جدا. فبصراحة لما بنزل الفيديو والاقي مشاهداته قليلة، والله بيقوم يعني ايه فاهمني. بقول لا خلاص انا لسه بقعد اصور وانزل فيديوهات والاخر مفيش مشاهدات عليها. بس برضو ارجع تاني واقول ايه،
ده اكل عيشك يا ام محمد، وربنا يعيننا كده، وان شاء الله انا عارفه ان باذن الله ربنا هيكرمني باذن الله، وربنا يرزقنا جميعا برزق اولادنا، اللهم امين يا رب العالمين يا حبايب قلبي. طبعا بقى ايه زي ما انا قلت لكم كده، شلت بقى ايه حاجه حاجه. كنت بصراحه شلت الاسفنجه ديت، ببص لقيت وراها بلاوي، والله العظيم يا بنات لقيت وراها بلاوي. واقع بقى اقلام والشرط اللي هو بتاع الصداع، وواقع حاجات بقى. بص ما اقولكوش، قلت لا ما جاليش. بص ما عرفتش بصراحه ان انا كده ايه اروق روتين كده على المشي كده، ما عرفتش بصراحه. قمت شايله بقى الاسفنجه وقلت بقى ايه انضف تحتها. تمام شلتها خالص. معلش يا حبايب قلبي على الإضاءة طبعا، أنا كنت فاتحة الشباك بتاع الصالة، وطبعا عندنا الجو طبعا مغيم خالص، واليومين اللي فاتوا دول كان جو بقى شتاء وبرد ورعد. بصوا ما اقولكوش يعني، ما اقولكوش بصراحة. فكانت الإضاءة معرفش مالها كده معايا، فسامحوني على الإضاءة يا حبايب قلبي. شلت بقى بقول لكم الاسفنجة زي ما قلت لكم ده كده. المهم بقى يا حبايب قلبي، كان واقع بقى تحت الاسفنج ده قشر لب بقى من مطرح الولاد، وكانوا جايبين بقى الاندومي ده. ربنا كده يا رب يهدوم كده ويبعدوا بقى عن الاندومي ده. العيال مدمناه بصراحة، مدمناه. بس مش عارفة اعمل ايه، والله مش عارفة ازاي اخليهم يبطلوا موضوع الاندومي ده يا بنات. بيعشقوا حاجة اسمها اندومي. المهم بقى ايه شلت كده نفضت كده كل حاجة بقى طبعا. انا عندي الركنة ديت بتعذبني وبتبهدلني لما باجي والله يا بنات انضفها بصراحة. ليه بقى؟ لان طبعا هي لازقه جنب بعضيها، ما باجي انا ما بعرفش اشيل كنبه كنبه كده، ما بعرفش اشيلها. فطبعا بيبقى ما بين ما بين الركنه والتانيه تلاقي بقى واقع حاجات كده في الجنب كده. نضفتها بقى زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، وارجع تاني احط بقى الايه الاسفنجه تاني. هرجع بقى احطها كده بالمفرش. والله كنت عايزه اشيل المفارش ديت اغسلها، بس انا قلت لا خليكي بقى على اخر الاسبوع يا ام محمد. قلت بقى ايه عندي غسيل وكده، وهلم بقى اغير الملايات بتاعه السرير ان شاء الله، واشغل بقى كده الغساله. يوم الخميس كده باذن الله ان شاء الله نلم بقى كل حاجه كده نلمها ونغسلها ان شاء الله. الايام عادت بتجري يا ولاد، وكلها من عمرنا والله العظيم. ايام عادت بتجري بتجري، بصوا ما اقولكوش يعني، كلها ايام من عمرنا. فربنا كده يا رب يدينا طولة العمر، ويدينا كده يا رب الصحة، ويستر ولادنا، ويا رب كده يسترهم ويفرحهم، ويا رب كده يسعد قلوبكم حبايب قلبي، ويفرحكم بأولادكم جميعا يا رب العالمين. طبعا بقى الجنب ده كان بصوا حرفيا ما اقولكوش. طبعا الولاد بقى بيشغلوا الشاشة، وطبعا بيبقوا قاعدين في المكان ده، وجايبين بقى المفارش اللي هي المفرش القطيفة ده او الدفايات، ويقعدوا بقى. بصوا يا بنات يقعدوا بقى قدام الشاشة عندي في الصالة. فحرفيا بقى اللي طبعا رغم ان انا والله عندي الباسكت اللي هو بتاع يعني اعزكم الله اللي هو بتاع الزبالة. فاقول لهم حطوا بيكسلوا مكسلين يجيبوا الباسكت يا ولاد. شلت بقى كده اللب ده، ايش اللب ده بيبهدل الحته عندي، حرفيا حرفيا بيبهدل الحته عندي. بس العيال بقى والولاد بقى بيبقوا بالليل كده يعني ايه طبعا الجو بيبقى برد، وبيبقوا حابين بقى يشربوا حاجه ياكلوا حاجه يتسلوا في حاجه كده يعني، فاهميني؟ فربنا يعيننا، ربنا يعيننا جميعا يا رب. شلت برضو كده الجنب التاني ده، وقلت برضو كده ايه ان كان برضو تحته حاجة كده انضف حاجة يعني، يكون واقع حاجة برضو. فبصراحة كل ما اشتغل سفنجة واقول خلاص السفنجة دي مفيش فيه تحتها حاجة، الاقيني اصطدم اكتر. والله العظيم يا بنات بلاقينا الصدم، اقسم بالله بلاقينا الصدم. اقول خلاص الجنب ده مفيش تحت منه حاجة، خلاص هو نضيفه حلو، اشتال اتصدم من المنظر بصراحة يعني. الحمد لله ربنا يعيننا يا رب، ربنا يعيننا جميعا، وربنا كده يفك كرب يا رب كل حبايبي كده يا رب. وربنا يبعد عننا اي شر، ويبعد عننا اي اذى، اللهم امين يا رب العالمين. ويسترنا في الدنيا وفي الاخره، ويا رب كده ولا يحوجنا لاي حد، ولا يرقدنا على اي فرش يا حبايب قلبي، ولا يحوجنا لاي مخلوق في الدنيا. طبعا انا عندي الولاد بقى خلصوا امتحانات، مفيش عندي الا ايه هي اللي بتمتحن لسه.
طبعا تالتة اعدادي، شهادة اعدادية يا ولاد، يا اما بقى هي ونصيبها بقى، يا اما ثانوي عام، يا اما تمريض، يا اما بقى هي يعني ايه، ربنا معاها يا رب. بس والله بتشتكي لي من الامتحانات، جايه لهم صعبة جدا، وطبعا مش يعني الامتحانات اللي جاية مش موجودة في المنهج. فربنا معاهم يا رب، وربنا كده يصلح حالهم ويعينهم يا رب كده، ويجعلهم كده من اعلى المراتب يا رب. فالمهم يا حبايب قلبي بقى ايه، قلت بقى ايه انضف برضو الجنب ده كمان، كان اخر حاجه كده خلاص كده في الركنه، كان اخر حاجه خلاص يا حبايب قلبي. انا بسجل يا بابا، انتوا يا ايه خلاص. فطبعا دي اخر حاجه معايا يا بنات. في الركنه يعني اخر جنب، برضو شلته لقيتني صدمت. اه والله يا بنات، يلا الحمد لله. شلتها برضو كده ونفضتها كده. بصوا بس عم بالواحد كده بينظف الحاجه كده يعني بصوا يا بنات بضمير كده، والله بيبقى نفسيته مرتاحه. انما التنظيف اللي بيبقى يعني بص اقول لكم ايه، مش عارفه اقول لكم، اللي هو بيبقى اي كلام ده بصراحه بحس ان انا ما نظفتش، والله بجد بحس ان انا ما نظفتش. يلا حبيبه قلبي اللي وصلت معايا لغايه هنا، ونسيت اللايك، تحط اللايك فضلا وليس امر، والاشتراك في القناه، وتقولي هي بتتابعني من وين او من فين. طبعا من كتر بقى بفتح البث وكده، اتعلمت اللغة بقى من حبايبي ومن اخواتي، اتعلمت منهم بقى اللغات بتاعتهم، اللغة اللي يعني لغة السعودية بقى والامارات والكويت. بصوا اللغات الحلوة بتاعتكم دي. خلصنا بقى اخيرا من ركنة، الحمد لله خلصنا على خير. تمام. جبت بقى المقشه كده، وقلت برضو ايه اكنس كده ايه يا حبايب قلبي، شايفين الحاجه اللي يعني مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه. والله العظيم ده يوم واحد بس، والله يا بنات ده يوم واحد بس انا ما نظفتش فيه البيت يعني مش عارفه لو قعدت اسبوع بقى ما نظفش البيت ايه اللي هيحصل في البيت، مش عارفه والله بجد. جبت كده بقى المقشه وكنست السجاد، كان قشر اللب بقى لازق في السجاد، كان عليا ان انا اجيب المكنسه واعمل بالمكنسه، بس انا قلت لا كده انشط نفسي كده ايه، فاهمني. إيه طبعا قشر اللب زي ما قلت لكم كان لازق معايا في السجاد قوي يا بنات، كان لازق جدا، كان فين عم بيطلع. بصراحة اللب ده ما بحبش البنات، اللي بحبش انا الولاد عندي يجيبوه وياكلوا، بحب يعني عاوزين عايزين لب، خلاص اطلعوا بره وكلوه بره، فاهمني. جبت بقى كده المقشه، وبقيت اجيب برضو كده ايه من تحت الركنه، شايفين البلاوي بتطلع من تحت الركنه يا بنات، والله العظيم بلاوي بتطلع من تحت الركنه. كنست بقى كده ونضفتها، وبعد ما انا خلصت بقى حسيت براحه نفسيه والله العظيم. يلا حبيبه قلبي كده هاتي كوبايه المسكافيه بتاعتك او فنجان القهوه او كوبايه الشاي، وتعالي كده افتحي قناة يومك أحلى مع أم محمد، إن شاء الله تطلعي من الفيديو بتاعي بكل طاقة إيجابية بإذن الله، وان شاء الله يعجبك الفيديوهات بتاعتي. وعايزاكم كده تزوروا الفيديوهات بتاعتي كده يا حبايب قلبي، ادخلوا على القناه وزوروا كده الفيديوهات يا حبايب قلبي بتاعتي، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله هتعجبكم. كنست بقى الصاله، رجعت برضو جبت المقشه، وقلت ايه ارجع تاني ايه حاجه كده يعني من يعني ورايا ما شفتهاش كده، فاهميني. وطبعا الازاي اللي كنت لابساه ده طبعا طويل جدا، كان مخليني مش عارفه اخد راحتي والله بصراحه في التنظيف وكده، بس يلا ما علينا. كنست تاني كده السجادة برضو تاني من فوق. هروح بقى على الجنب التاني يا بنات. طبعا انا ما بعرفش اجيب طبعا الجنب كله بتاع الصالة بالتليفون، طبعا لازم بنضف جزء واخلص جزء وبرجع على الجزء التاني، فاهمني. دخلت بقى كان في شوية حاجات بقى كده على الغسالة، فوط بقى وحاجات لميتها برضو وشيلتها. بصراحة كان نفسي ان انا اشتري السجادة دي، بس بصراحة معرفتش. ليه بقى معرفتش يا ام محمد؟ لان الغسالة دي تقيلة جدا، وطبعا ما قدرتش ان انا اشيلها، وطبعا اللي جنب الغسالة دي شكارة سكر، فتقيلة جدا طبعا. فقلت لا خلاص ايه اكنس كده من فوق من السجادة زي ما انا بكنس كده، وبرجع تاني ايه ارفع كده السجادة واجيب من تحتها وكده، فاهمني. طبعا بقى نهى لسه قايمة من النوم، قول لهم يلا حطوا اللايك. حطوا اللايك. انا ازيكم يا حبايبي، سلم عليهم، يلا سلم على الحبايب. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟
يا رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا بخير. هنا بقى يا بنات كنت انا خلصت خلاص كده الصلاة، خلصتها كده الحمد لله. هنروح بقى على السلم. السلم بقى بصوا ما اقولكوش طبعا من الشتاء والهوا اللي كان عندي والما اقولكوش كان طبعا كان الدنيا كلها مقلوبة تراب عندي، بالذات في السلم. لان طبعا انا مش عاملة اللي هو بيقولوا عليه ايه يا بنات، اللي هو بيبقى يحوش المية ويحوش الهوا ان هو ينزل يعني على السلم. مش عارفة والله كان انا فاكرة الاسم بس ناسياه. وطبعا قلت لا لما الجو يظبط كده معايا هقوم بقى ايه اخد السلم كده كنسة حلوة واروقه كده واخليه فله كده. طبعا كان متبادل عندي بقى ورق بقى طبعا وحاجات بقى بقت تطير كده في الجو كده. فقلت لا خلاص نكنسه برضو كده ونخليه ايه حلو كده. ماما. نعم. كنست بقى كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. طبعا يعني ما اقولكوش على التراب والورق اللي كان موجود على السلم يا بنات والله العظيم. يعني انا قلت لا ما تكنسوش دلوقتي، قلت ما بلاش ان انا اكنسه دلوقتي لان لو كنسته طول ما فيه هوا وطول ما الجو فيه هوا وكده مش ايه هكنسه هيرجع تاني ايه يتبهدل مني تاني. فالمهم بقى ايه قلت لا ما الجو بقى يبطل عندنا هوا، طبعا طوبة عاملة عمايلها معانا يعني خلاص هانت بقى هي بتخلص. فبصراحة الجو بتاعها يعني الجو بتاع طوبة ده مش كويس. بقيت بقى ايه اخد درجة درجة كده يا حبايب قلبي، درجة بالبسطة بتاعتها كده وارجع تاني اروح برضو على الدرجات بالبسطة التانية. فيعني ايه بصوا ما اقولكوش. عايزاكم يا حبايب قلبي بقى ايه بالله عليكم تشيروا الفيديو بتاعي للنهائي يعني لحبايبكم كده، وتشيروه كده مع اصحابكم وحبايبكم ومع اخواتكم. يعني لو بتحبوني بجد وارفعوا معايا الفيديوهات بتاعتي بالله عليكم. بالله عليكم حبايب قلبي انا كده والله العظيم انا داخله كده الوقت بيتهيألي داخله على 8 شهور. يعني خلاص قربت على السنه ولسه قناتي ما اتفعلتش ولا الفيديوهات خالص عامله معايا. فان شاء الله ربنا هيرزقني باذن الله، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا هيكرمني. وانتوا طبعا يعني مش عارفه اقول لكم والله انتوا بجد حبايبي واخواتي وعلى راسي من فوق. وحبايب قلبي اللي دخلوا معايا القناه ولسه جداد طبعا على راسي من فوق. وانا عارفه ان انتوا هتدعموني وباذن الله هتقفوا جنب مني، وان شاء الله ربنا هيكرمني باذن الله. ربنا ثم انتوا حبايب قلبي ان شاء الله باذن الله. معلش بقى يا حبايب قلبي ان كنت انا طولت عليكم الفيديو بس اعذروني. وحبايب قلبي اللي بيكتبوا لي في الكومنتات وبيقولوا لي يا ام محمد انت بتسرعي الفيديو لينا ليه، ببقى يا حبايب قلبي مش عاوزاه يبقى طويل عليكم بحيث ان انتوا ما تملوش من الفيديو. انتوا فاهميني والله العظيم يعني انا ما ببقاش عاوزه ان انا ابطئ الفيديو معايا عشان ما تملوش منه. فانتوا حبايبي وانتوا اخواتي وربنا كده يبارك لي فيكم ويحفظكم ويخليكم ليا حبايب قلبي. وده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب كده يكون عجبكم ويكون رضاكم. وبالله عليكم لو بتحبوني ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امر، وكومنت حلو كده جميل منكم يشجعني. واشوفكم على خير ومع السلامة.